باقي ما دارش بالون، باقي ما صفاش لابيض ديال المشاكل. البلاغ اللي صدر ديال العصبه الاحترافيه كينم على واحد الارتجاليه كبيره. الناس السلطات ديال باش نقول بعدا علاش تغير الملعب، لان بالنسبه لاتحاد التوالقه ما كنسلموش الملعب رسميا من عند السلطات ديال المدينه بعد الاصلاحات وداك الشيء، وبالتالي ما بغاوش يتحملوا المسؤوليه لو وقعت شي حاجه في الملعب غتبقى ديك الفايف ديال نتوما خديتوا الملعب، لا نتوما باقي ما سلمتوش لينا وكذا. فهذا الشيء علاش تم تغيير الملعب. العصبه الاحترافيه فقط دارت اخبار، ما عندها ماشي طرف وما عندها دخل في هذه المساله باش ما حملوش المسؤوليه. مي باقي ما بديناش عاوتاني المشاكل الارتجاليه من اي طرف. ودابا حنا ما كناش عارفين بان مباشره هذه المسؤولين ديال بعض السلطات الامنيه ولا الناس المسؤولين على الملعب، واش ما كناش عارفين ان مباشره رئيس كتبقى غنبداو نلعبوا؟ واش ما شفتوش بروغرام خرج ديال البطوله بان توالقه مستقبله فريق الرجاء الرياضي؟ واش ما عارفينش بان توالقه كيستقبلوا في الرباط باش عاوتاني نبداو بهذه الارتجاليه بهذا الشيء هذا؟ تسليم الملعب، اجراءات اداريه بين سلطات وفريق نفس المدينه وحنا فيها. زعما هذا الملعب هذا وانتم عارفين بان باقي متبوعين، الاعلام الاجنبي الاعلام الجزائري باقي متبوعين. ملي يشوفوا مثلا مباراه نقولوا في ذاك الملعب اللي حالته حاله ما فيه ميتين، شنو غايقولوا؟ كان قلنا لكم حنا دابا يلاه دينا صوره ورينا العالم يعني المنشات الرياضيه اللي عندنا وكذا، خرجوا عاوتاني ديك الملاعب ديال الله يحسن العوان. واش هادشي معقول؟ باقي في عز الازمه اللي حنا عايشينها والناس كيضربوا مازال كنضربوا الحق ديالنا، غنبداو بهذا التخربيق وغنبداو نقولوا مباريات في هذه الملاعب اللي ما فيها ما يتشاف. علاش؟ على اجراءات اداريه، على ان واحد يتحمل المسؤوليه ديالو. هادشي راه ما بقاش مقبول. هادشي اللي وصلنا ليه حنا اليوم هادشي ما بقاش مقبول. خصنا نكونوا حنا على السرعه وحنا بزاف ديال الحوايج، خصنا نكونوا عمليين في الاجراءات ديالنا وما نبقاوش نطرحوا بحال هاد المشاكل. باقي ما بديناش الناس معولين هذا على رباط تلقاو راسهم في الخميسات. شنو هادشي؟ على شنو؟ على واحد يدير المسؤوليه ديالو ويقوم بالعمل ديالو كما ينبغي. هادشي راه ماشي معقول، وهادشي راه ما مقبولش، خصوصا في الفتره اللي حنا فيها. ما يمكنش نروح حنا باقي المتابعين والاعلام وكذا ونقولوا ماتش انا نفضلوا ما يتنقش على انه يتنقل في الحال ديك الملعب. راك تيدي في المهنه حالته بحال المدرجات والشوهه اللي غتبان في النقل التلفازي، ماشي حشومه. ونخليو حنا الملاعب اللي يلاه صرنا نصرنا عليهم الفلوس وزادت الفلوس وفي مواصفات عاليه خليهم مسدودين. علاش؟ على وثيقه ولا على اجراء ولا المسؤولين يحضروا مع المسؤولين ديال التوالقه ويقادوا الامور ويديروا التسليم وكذا باساسيون وتسالي الامور. لا بقاو نتسناو فاش هما السيمانه الجايه لاعبين الا ما دارش باساسيون شي لعبوا في الخميسات. واش هادشي معقول؟ خصوصا في الظرفيه اللي كنتكلموا عليها. بارك علينا من هادشي، الله يرحم الوالدين. بغينا لو احترافي في المستوى، ما بغيناش مشاكل ونقعدوا عاوتاني ماشي ديال ترتقي ديال التحكيم وماشي ديال لا لعبوا لا ما لعبوش لا لحق الجمهور يجي لحق صافي خصنا نتجاوزوه. مش حنا في تنظيم واحد من اكبر التظاهرات على المستوى العالمي. اذا وصلنا لواحد المستوى عالي في التنظيم وخدينا تجربه كبيره، هذه التجربه خصنا نطبقوها. كيف ما عطينا اهميه كبيره خصنا نعطيو اهميه كبيره للدور الاحترافي، البطوله الوجهه ديالنا خصنا نعطيوها اهميه كبيره وخصنا نتعاونوا بجميع المشاكل ما تبقاش فيها. اما